سؤال يتردد على ألسن الأصدقاء: هل يمكن أن يصبح العيش لفترات طويلة حقيقة في ظل التطور الحاصل في مجال العلم والتكنولوجيا والطب أم لا يمكن؟ يعني ممكن نطيل عمر الإنسان أكثر مما هو عليه، يعني بدلا من يعيش 80 سنة نسوي 160 سنة أو 200 سنة أو 300 سنة كي يتمتع بالأحلام والأمنيات والتطلعات التي يسعى إليها. في حوار ساخن مع مجموعة من الأصدقاء تطرق أحدهم إلى ذكر حلقة الدحيح قبل أيام التي تناول فيها موضوع الخلود، وهو واحد من المواضيع المهمة في حياة البشرية التي تسعى إلى إيجاد حلول لإطالة عمر الإنسان أكثر مما هو معتاد. خطر في بالي كتاب لأحد العلماء البارزين ألا وهو السيد الشهيد الصدر، الذي تعرض فيه إلى ذكر إمكانية طول عمر الإنسان ومنها الدليل العقلي والدليل العلمي. السيد بهذا الكتاب يستند على النظريات العلمية والعقلية التي تثبت طول عمر الإنسان. ولا تنسونا بالإعجاب والاشتراك دعما وتشجيعا لنا، فهيا بنا إلى ذكر التفاصيل. منذ قديم العصور كان السعي نحو الخلود وقهر الموت هاجسا إنسانيا، بدأ من البحث عن إكسير الحياة إلى حجر الفلاسفة فمضادات الشيخوخة وعمليات التجميد وغيرها من الحلول التي لا تصدق. يعني مروا بمجموعة من الحلول كي يصلوا إلى إطالة عمر الإنسان أكثر مما هو عليه، ولا زال العلم يكافح في هذا الطريق ويمارس تجاربه الطويلة في هذا الصدد، أملا أن يصل إلى نهاية الشوط في يوم من الأيام إلى هذا المبتغى وهذا الحلم، فيضمن الخلود للفرد البشري. ومن الصعب أن نتصور أن اليأس يدب في قلب العلماء الاختصاصين، إذ يعرب العلم التجريبي الحديث عن إمكان طول العمر بشكل واضح وصريح، ويعتبر الاستزادة منه إلى أكبر مقدار ممكن، بل الخلود على وجه الأرض هدفا من الأهداف المهمة للعلم والسعي نحو الوصول إلى إطالة العمر أكثر مما هو عليه. ولم يعد من المستغرب أن نتوقع من الإنسان أن يعيش طويلا وأن ينجح العلم في مضاعفة عمره وأن يسير به نحو الخلود وطول العمر. لا، بل لم يعد من المستغرب أن ترتفع الأصوات باستنكار الفكرة القائلة بأن متوسط عمر الإنسان هو 70 عام، وأن 70 ينبغي أن تقع في وسط عمره لا في آخره. يعني يعملون على إطالة عمر الإنسان، بدل ما هسه حاليا يعيش 70 ممكن يعيش 140 أو أكثر أو أقل من ذلك. هذا هو مبتغاهم وطموحهم. ويمكن أن نقسم الحقول التي طرقها العلم والتي تشارك في إثبات استطاعة الإنسان أن يعيش طويلا إلى 4 حقول. الحقل الأول إن الخلية الحية بمختلف أشكالها قابلة للبقاء الطويل، ويمكن إطالة عمرها أضعاف ما هي عليه اعتياديا مع توفير الظروف الصالحة لذلك. الحقل الثاني إن الجسم الحي للإنسان والحيوان معا يمكن المحافظة على حياته وعدم تعريضه للموت عن طريق تجميده لفترة من الزمن ثم إعادته للحياة يمارس نشاطه من جديد. الحقل الثالث إن الإنسان والحيوان بنفسه قابل لمضاعفة حياته وإطالة عمره مرة أو أكثر مع توفير الحياة الهادئة والغذاء المناسب. الحقل الرابع إن الإنسان إذا خرج بسرعة عظيمة من الأرض ودار في الكون الفسيح سنوات طويلة من عمر الأرض، فسوف لن يمر في حسابه الشخصي أكثر من يوم واحد، وذلك طبقا لفكرة تباطؤ الزمن بزيادة السرعة التي هي إحدى نتائج النظرية النسبية لإينشتاين. لكن العلماء الموثوقون بعلمهم
يقولون إن كل الأنسجة لاحظ الرئيسية من جسم الإنسان تقبل البقاء إلى ما لا نهاية، وإنه في الإمكان أن يبقى الإنسان حيا ألوفا من السنين إذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حياته. وقولهم هذا ليس مجرد ظن، بل هو نتيجة علمية مؤيدة بالامتحان والتجارب التي سنتعرف عليها. فقد تمكن أحد الجراحين من قطع جزء من جسم حيوان وإبقائه حيا أكثر من السنين التي يحياها ذلك الحيوان، أي جابوا جزء من الحيوان ووضعوه في يعني مكان خاص، عاش هذا الجزء أكثر مما يعيش هو الحيوان نفسه، أي صارت حياة ذلك الجزء مرتبطة بالغذاء الذي يقدم لها لا بعدد السنين التي تحياها، فصار في الإمكان أن يعيش إلى الأبد ما دام الغذاء اللازم موفورا لها. إن كل الأجزاء الخلوية من جسم الإنسان قد ثبتت إما خلودها بالقوة صار أمرا مثبتا بالامتحان، أو مرجحا ترجحا تاما لطول ما عاشته حتى الآن. وهذا القول غاية في الصراحة والأهمية، إذ أثبت الدكتور رون وزوجته إنه يمكن وضع أجزاء خلوية من جسم جنين طائر في سائل ملحي. جابوا سائل ملحي ووضعوا فيه أجزاء من جنين طائر فتبقى حية فيه، وإذا أضيف إليه قليلا من بعض المواد الآلية جعلت تلك الأجزاء تنمو وتتكاثر. وتوالت التجارب فظهر أن الأجزاء الخلوية من أي حيوان لاحظ كان يمكن أن يعيش وتنمو في سائل فيه ماء يغذيها، ولكن لم يثبت حينئذ ما ينفي موتها إذا شاخت. فقام الدكتور أليكسيس كارييل وجرب التجارب المشار إليها، فثبت أن هذه الأجزاء لا تشيخ كما يشيخ الحيوان الذي أخذت منه، بل تعيش أكثر مما يعيش هو عادة. وقد قام بتجربتين ناجحتين، الأولى قبل عام 1921 حيث زرع قطعة من قلب جنين الدجاج في سائل مغذي فبقيت حية نامية 8 سنوات، والثانية قبل عام 1950 حيث أزال خلايا من قلب الدجاج وزرعها في محاليل أي وسط مغذي وجعلها تستمر بالانقسام كما هو حال الأميبيا لمدة 30 سنة، وأن نهيئ لها الظروف المناسبة وهي توفير الغذاء ودرجة الحرارة الملائمة وإبعاد الأمراض والحوادث وأسباب التناقص وإبعاد الحزن والألم عما يعانيه الفرد في الحياة. إذا أبعدنا كل هذه الظروف عنه يمكن أن نعمل على استزادة وإطالة عمره قدر المستطاع. ومن المهم الآن هو أن الحيوانية والإنسانية بحسب طبعها الأصلي قابلة للبقاء دهرا طويلا من الزمن، والجسم ليس إلا مجموع هذه الخلايا، وإنما العوارض وسوء التغذية وغير ذلك هو الذي يؤدي بالإنسان إلى التلف وتقصير عمره. في كتاب الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب تطرق إلى هذه النظرية، نظرية إطالة عمر الإنسان، ووضع الأسس والمبادئ التي من الممكن أن يقوم عليها الإنسان ويعمل على استزادة عمره وإطالته إلى أكثر مما هو معتاد عليه الآن. فإن الغذاء الصحي عنصر أساسي لحفظ صحة الفرد وتحسين حالته وإطالة عمره. وقد يعزو الباحثون وعلماء التغذية والصحة نسبة 43% من أسباب إطالة العمر عند المعمرين إلى تناولهم الغذاء الصحي طيلة حياتهم. إذا تحب تراجع كتاب كيف تعيش 100 عام يذكر كل هذه التفاصيل لإطالة العمر، حيث يشترط في الغذاء الصحي أن يكون حاويا على العناصر الأساسية للطعام بنسب ومقادير مختلفة حسب الأعمار والأعمال والفعاليات والمناخ وحالات الإنسان التي مرتبطة به. فانزع من ذهنك
تلك الخرافة العتيقة البالية التي توهم الناس أن الهرم شر لا مفر منه، ووطن النفس على حياة لا تعرف حدود الأعمار ولا تغيرات الأطوار. ذلك هو الذي يسير لك أن تكون شابا وتعيش طويلا. والخلود الذي يطمع به العلم للفرد الإنساني ليس هو البقاء إلى الأبد، وإنما هو البقاء ردحا من الزمن، أي أن تحقق أمنياتك وتطلعاتك وأن تعيش لسنوات غير هذه السنوات المعتادة 40 أو 80 أو 90 سنة. لا، العلم يريد أن يعمل إلى أطالة أكثر من هذه السنوات، فإن البون ليس شاسعا بين الأمل في بعث الحياة والأمل في الشباب الدائم عن طريق التحكم في ظاهرة الشيخوخة وفي وفاة مؤجلة إلى ما لا نهاية لها، وإنما العمل على استزادتها أكثر فأكثر. إذن إبعاد شبح الموت وأطالة الحياة ليس ببعيدين عن أذهان العلم والعلماء، والحديث عن ذلك ليس بحديث خرافة ولا كلام مستنكر، وإنما هو كلام ضمن الحقائق العلمية والمستندات التي يعمل عليها العلم الحديث ودراسة هذه التجارب كي يصل يوما ما إلى أطالة عمر الإنسان أكثر فأكثر. إلى هنا نصل في ختام موضوعنا لهذا اليوم. نأمل أن عرضناه لكم بطريقة سلسة وبسيطة قد استفدتم منها، ولا تنسونا من خالص دعائكم، وشكرا لكم.